ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده كان في ماتش حلو جدا. كالعاده الزمالك لازم يطلع عين ابونا في الاول ويرجع بعد كده يخلينا زي الفل والناس حلوه وجميله ويحرق دمنا طبعا على مدار الماتش كله لحد الدقيقه 90. بعد كده الدنيا تبقى لطيفه بقى. هو ده الزمالك اللي احنا اتعودنا عليه، هو ده الزمالك بتاعنا، مفيش اي اختلاف بقى في النقطه دي خالص. طيب خلينا بقى نبدا كده، نقول بس نتكلم شويه عشان الماتش النهارده فيه جدل تحكيمي كتير جدا، انا هتكلم عليه في الاخر. وهتكلم طبعا عن الماتش بشكل عام. خلينا نقول بس الزمالك بدأ الخطة ازاي او التشكيل ازاي اللي كان مكتوب واللي كان بيتقال ان 3 3 1 او 3 3 3 1. انا بالنسبة لي الزمالك بدأ 3 4 3. الثلاثة اللي ورا اللي هو بدأ بيهم اللي هم مع من اليمين للشمال، مع حسام عبد المجيد، محمود علاء، محمد عبد الغني. بيلعب بأربعة في نص الملعب اللي هم دونجا وعمر جابر، والمفروض معاهم فتوح، ومعاهم التالت بقى اللي هو المفروض انداي اللي هو بيعمل سويتش هو وايه وزيزو. بس بالنسبه لي كنت شايف ان زيزو هو اللي بيلعب بالنص. انداي كان محذوف الناحيه بتاعت زيزو اللي هي الطبيعي اللي هي تعتبر اليمين، شلبي بقى الناحيه التانيه شمال بيلعب قدامه سيف الدين الجزيري. دي كانت وجهه نظري اللي الزمالك بيلعبها ساعتها. هو كده حرر اصلا فتوح وخلى فتوح يلعب المركز اللي هو بالنسبه لنا اللي يعتبر هو ايه، مركز ستة اللي هو على الدايره، اللي هو برده مش ستة لان هو بيعتبر تمانية جنب الاتنين ستة اللي معاه اللي هم عمر ودونجا. خلينا نقول ان الماتش كان حلو، بس كان في مشكلتين عندي في اول الماتش كانوا باينين جدا، وهو كويس ان هو عدلهم بعد طرد. يعني هي المشكله ان جت بعد طرد الجون اللي هو عواد. بس خلينا نقول بشكل عام ان المشكله الاولانيه ان الجزيري كان مرمي في حضن قوي الباكات، ما بينزلش خالص، قليل قوي لما بينزل، دايما لازق عندهم، فهو طبيعي عامل جاب ما بينه وما بين الثلاثه يعتبر اللي تحته. فما كانش في المحطه اللي تستلم عليها عقبال ما اللعيبه ايه تبدا تفتح لك. دي كانت اول مشكله. المشكله التانية كانت عندك في الباكات، باينه قوي التلاته مع بعض كيمياء مش متركبه. التلاته اللي ورا سواء التلاته بطئه جدا جدا، وانت بتلعب على فراوده سريعه واللعيبه بتجري بسرعه غير طبيعيه، اللي هي الفراوده بتاعتهم بتقطع دايما دايما ما بين مثلا محمود علاء مره وعبد الغني، او مره تانية ما بين محمود علاء وحسام عبد المجيد. فالموضوع كان صعب جدا انك انت تقدر تجري باللعيبه دي، او يعني تبقى عندك سرعات تقدر توقف السرعات بتاعتهم. فدول كانوا مشكلتين كبار جدا، لدرجه ان هي كانت باينه قوي في نهايه الشوط من اول الدقيقه 30 وهم دايما بيلعبوا الكره. يعني تبدا دايما يجمع 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 لعب، ويروح لاعب الطويله مره واحده في ظهر الثلاث باكات اللي عندك. وانت المشكله انك كنت بتلعب بالثلاث باكات على خط واحد. بس المشكله كلها يعني اللي هو يعتبر الاوفسايد، بس هم ما كانوش بيلعبوا على خط واحد بقى كامله، او انت كنت عايزهم يلعبوا على خط واحد هم ما عملوش، انا مش عارف. فالموضوع هنا كان صعب. انا مش فاهم هي بالنسبه لي مش مشكله مدرب، هي ممكن تكون عدم قرايه كافيه من المدرب. فكره ان انت عندك لعيبه سريعه بتلعب قدامك وانت باكاتك بطيئه، فانك تلعب بدفاع متقدم، دي مشكله بالنسبه لي مع المدرب. بس المشكله التانية ان اللعيبه اصلا نفسها انت المفروض حتى لو هتلعب بفكره زي دي يبقى عندك باكات سريعه. هو ده عمله في الشوط التاني. طبعا خلينا نقول ان جت الدقيقه 45 اللطيفه او ال 46 الجميله، او قبل ما يعني قبل الكره دي حصل كوره كده بينت قوي هو بيلعب على حته بطء لعيبتك، او الجزء اللي هم الثلاثه اللي ورا بيلعب على بطئهم. ان حسام عبد المجيد الكره اتلعبت من الجون، فكان في انا مش فاكر مين الثلاثه اللي كانوا موجودين منهم من لعيبه البنك الاهلي. بس انت عندك ضرب حسام عبد المجيد من الاخر كده، الهاف بتاعهم نزل خد مع حسام عبد المجيد، تمام. فالراجل بتاع نص الملعب طلع من وراه، والراجل التاني اللي كان معاه الكوره نزل، ونزل له واحد تاني، فبقوا الثلاثه. جمع كوره نزلت تقريبا للباك اليمين بتاعه، الباك الشمال. الكوره اول ما نزلت راح مسلمها، نزلت للفرود. الفرود راح مسلمها للباك، والباك راح ملعبها للراجل بتاع نص الملعب، راح مجري بيها ايه الراجل التاني بتاع نص الملعب اللي سقط. يعني المفروض في الهاف رجع نزل، فحد تاني من عندهم جري من وراه. حلو. لما جري من وراه اللعيبه لعبتها مع بعض. حسام عبد المجيد اتضرب في اللعبه دي هو وعمر جابر، وكان معاهم تقريبا دونجا في الكوره دي. الثلاثه اتضربوا لان دونجا اضطر ينزل مع الراجل بتاع نص الملعب بتاعهم اللي جاي يستلم، اللي ياخد الكره الثالثه. فالكره اتلعبت واحده في الثانيه، باصت للثالث، الثالث راح لعبها على طول للي جري. فاللي جري اصلا اللي هو كان تقريبا اسمه ايه، كان اللعيب اللي هو الناشئ بتاع الزمالك، حسين فيصل ولا اسامه فيصل. فكان الكرة اتلعبت بسرعة، حتى أسامة فيصل لما راح الباكات اللي راحت معاه بطيئة. كان تقريبا محمود علاء
هو عقبال ما راح له بطيء، والتاني بيرجع مش قادر يرجع. فكان عندك مشكله فكره انك تجاري السرعات، فرق السرعات ده كان واضح جدا. الكره دي بينت لي قوي ان هو بيلعب على الحته دي جدا، وكررها كذا مره بس ما مشيتش هي، بس دي مشيت معاهم لان حسام اتضرب فيها بسرعه، ان هو نزل ما لحقش يغطي نفسه فنزل، والاثنين اللي وراه كده كده هم اتنين، واتضرب مع الباقي اللي يعتبر نص ملعب اللي المفروض يروح يغطيه. فالثلاث لعيبه اتضربوا في كوره واحده. فدي كانت باينه قوي. دايما بقى كان دايما يجمع لعب يمين ويروح لعبها ما بين السرد باكين بتوعك من الناحيه دي، او مثلا من الشمال ويلعبها برده للناحيه التانيه، بيجمع هنا ويلعب طويله هناك ويجمع هنا ويلعب. كانت باينه قوي قوي ان هو مثلا حتى لما بيجمع بيروح مطلعها بيسلمها لحد في نص الملعب، نص الملعب بيروح لعبها على طول واحده، واجري بقى احنا مع بعض، يلا احنا الاثنين نشوف بقى مين فينا ايه هيسبق. فكانت صعبه قوي، وده ناتج عن الجوره اللي هي جت في اللي هي تعتبر طرد عواد. هي عامه بالنسبه لي الاول، بس هي ما انا بالنسبه لي هي ما فيهاش طرد في اي حاجه. عواد ولا لمسه، عواد ما فتحش حتى ايده وهو طالع عليه. عواد اتزحلق بس الراجل نط اصلا من فوقيه، فهي ما فيهاش اي حاجه. حتى الاحتكاك الطبيعي اللي انا عامل ايدي كده فطبيعي وانا متزحلق فداخل فيك، يعني ده طبيعي، فانت نطيت فاحتكاك عادي جدا. انا لا يعني انا يعتبر كتفي لمس رجلك، هي ما فيهاش اي حاجه. وفكره ان هو نزل بالرجل اللي اتخبطت على الارض وكمل بعد كده وقع. فانا شايف انها ما فيهاش اي حاجه بالنسبه لي، وعندي جدل كبير حتى على فكره انك انت تديله طرد. يعني هي مش طرد مباشر، انا بالنسبه لي هي ما فيهاش طرد مباشر، لان هي ما فيهاش احتكاك من اللاعب، يعني اللاعب نفسه ما فيهوش تعمد. فحتى لو انت هتديله حاجه، لو هي فاول فرضا هتبقى انذار. فطرد مباشر بالنسبه لي ولا يمت للواقع بصله. والمشكله الاكبر بقى قبليها، انت كنت مدي لمحمود علاء كوره انذار، يعني انت اديته انذار، فخلاص الراجل خد انذار على ان هو خبط اللاعب بتاعه. فانت جت نفس الكوره انضاي الناحيه الثانيه، دوب لحق الكوره، راجل حط شماله فيها كده، يعني بتاع البنك الاهلي دخل بشماله كده في رجل، قصبت رجل انضاي، اختها بالملي، ما طلعتش انذار ولا عملت اي حاجه. فانا مش فاهم ده بقى كلب مكيالين، ولا انت ما شفتهاش، ولا حتى الفار ما قالكش عليها، انا مش فاهم. حتى الكوره اللي في الشوط الثاني اللي اتطرد فيها الواد بتاعهم بتاع نص الملعب اللي هو فتحي، برضو انت ما كنتش حاسبها، مع ان هي في وشك، يعني هي قدامك وانت اصلا وشك كده، ودونجا كان بيزعق لك ان انت ايه ده فين. ولما لدرجه ان هو وقف اللعب، وكان عايز بيكلم اللعيبه كلها ان وقف اللعب، ان هو في اللعب يا جماعه، عشان عايز يروح يكلمك. فانت في حاجه مش مقياس، مش مظبوط. غير كده انت نازل شوط اول انت انذارات بالكوم للزمالك، الناحيه الثانيه برضو الشوط الثاني انت نازل بدي انذارات، ما بتقولش لا على اي حاجه. ففي حاجه عندك غلط. حتى لو الكوره بتاعت الجون بتاعتهم فاول، ما مش طرد، يعني هي بالنسبه لي مش طرد، وهي اصلا مش فاول. هو الواد نزل يعني بعد ما اتلمس، نزل على رجله وكمل، نزل على رجله اللي اتخبط عليها، يعني هو اصلا ما فيهاش حاجه. هو لو واحد عدم اتزان من الطلعه والنازله. فدي وجهه نظري، يا ريت الناس تقول لي بس يا جماعه هل انا غلطان في دي ولا لا، بس انا دي وجهه نظري، يعني انا شايف انها ما فيهاش اي حاجه. خلينا نبدا بقى نقول بقى ان الزمالك نزل الشوط الثاني طبعا ناقص واحد، والفرقه اللي قدامه بتلعب 11. فالزمالك بدأ يعمل حاجة لطيفة جدا. هو طبعا خرج الجزيري، ودي كانت أهم نقطة حلوة إن هو خرجها، بس هو بناء على إن الجون خرج. وطبعا هي الماتش ما سعفكش إنك أنت بعد ما خرج الجون، يعني هو ده طبعا عادة الزمالك الطبيعية إن الماتش مش هيسعفك. فالمهم يعني احنا دخلنا الشوط التاني 10 لعيبة، بس أنت عملت حاجة لذيذة جدا إنك أنت شلت السرد باكين بتوعك. أولا بطء، ثانيا واحد فيهم واخد إنذار، فهيبقى فيها نوش كتير ليك الشوط التاني. فانت خرجتهم ونزلت اتنين اصلا من المفروض الطبيعي ان كان المسلوسي يبدا. انا ما اعرفش انت قعدته ليه، دي مشكله. ما انا معاك، انت عملت تشكيل صح بخطه لعبه مظبوطه بالنسبه لي. الفكره بس في الاشخاص، ان انت المفروض بتقدر الفرقه اللي جايه لك، انت عارف اللي هي الفرقه دي عندها سرعات، يبقى انا المفروض العب بباكات سريعه. الفرقه دي بتحضر من تحت وبتلعب كوره على الارض وبتطلع، يبقى عادي ان انا العب بناس بطيئه، مفيش مشكله. لكن دي فرقه بتلعب سريعه عشان بتلعب على الكور العاليه، باينه قوي. فالمهم انت عالجت الحته دي في بدايه الشوط الثاني، انك نزلت الاثنين اللي هم التانيين اللي هم المسلوسي وايه والزناري. بدات الدنيا بقى تظبط معاك، لان انت كده ثبت عبد الغني ورا معاهم، والاثنين صراع معاه، فالاثنين بيسعفوه، عندك فرده تعبانه والاثنين يعتبر احسن شويه، فالدنيا ماشيه. بدا كمان ان المسلوسي يلعب الكور العاليه صح، ودي كانت اهم عندي نقطه. طبعا انت سايب اتاحه لفتوح، بدات الكوره هق 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 لحد ما جت كوره واحده كده. عجبني طبعا زيزو ان هو ما استناش على الكوره بعد ما لعبها له الزناري، اول ما عدى وراح ترك وبطن رجلك على طول يا باشا ايه في الشبكه.
فدي كانت اهم نقطه انت عملتها. تاني اهم نقطه انت عملتها ان دونجا كان خلاص ريح منك، مش قادر، وانت سايبه على الدايره لوحده، لان انت كنت مجري عمر جابر قدام عشان يقفل فكره ان هم يلعبوا باصه ثالثه او باصه تانية اللي هي تبقى نازله هو مثلا بيحضر، فبدل ما ينزل بقى حد من نص الملعب ياخد براحته جدا، لان كان الراجل اللي كان بيعملها انت تعتبر اصلا انت ناقص واحد، فنزلت طيرت عمر جابر لقدام، ففكره ان هو يقفلها، فبقى مين لوحده على الدايره؟ دونجا. لان في حاله الدفاع انت بتقفل مع فتوح رابع ورا، ما بيقفلش نص، ما بيقابلش نص ملعب، فبقى مش قادر، فمبقاش قادر يطلع كوره. حتى في كوره بانت قوي إن كان ممكن يلعبها لشلبي على طول، لا فضل يلف يلف وراح ملعبها القريبه. فانت طلعت دونجا، نزلت رؤى عنده فكره الكنترول شويه احسن، عنده فكره برضو البصير اعلى شويه من دونجا، لكن كستة ستة لا هو دونجا بالنسبه لي.